أولادي بطلتهم من المدرسة، يلا صار لي سنة بطلتهم من المدرسة، واحد تاسع واحد بكالوريا، مشان يشتغلوا بالأسبوع 150 ليرة مشان يقدموا لنا نحن 6 أشخاص. أنا أم يوسف، ناسحين من حلب، جينا سكننا هون، صرنا هلا 7 سنوات ساكنين بهالبيت هذا. هو كان محل جماعة يحطوا فيه أغراض للحصادة ومحل تنور يخبزوا فيه، بركونا فيه أنا وجوزي و4 أولاد. بيتنا أيوة مثل الخرابة، لأني هو موأم أهل للسكن، يعني هو محل تنور كانوا يشتغلوا فيه. السقف بنقط علينا مي، والأرض بتنبع مي من هون عنا من زي الحيط بتنبع علينا مي كمان، لأنه العفو ما له تمديدات صحية. العفو هون في برا جورة يعني إنه فنية بتروح عليها المي، فبتنبع علينا المي من حرف الحيط، والسقف بنقط علينا مي طول ما في مطر برا بيشر علينا السقف مي. البيت غرفة وحدة ونحن 6 أشخاص باركين فيه، ما في له يعني منافع إنه مطبخ هيك ما في، ياخدين منه شوي مشان حمام وخلاء. ما في البيت أحسن، يعني أقل بيت $50 أجاره. ونحن هلا تدفعوا أجار ولا شلون؟ لا، هذا البيت جماعة هيك غرفة وحدة بركونا فيه. معي أنا التهاب أعصاب وعندي عين وحدة ما بشوف فيها، وجوزي عنده عين فيها ثقب بالشبكية. أنا عندي مرض أعصاب بكل جسمي، يعني يوم بتشوفني عم بمشي يوم بتلاقيني بركب الفرشة. الله بيعلم، ديون ديون الله بيعلم شلون. يعني أنا بطلتهم لأني ما في مردود أبدا أبدا. بطلتهم من المدرسة مشان يجيبوا لنا كل واحد 150 ليرة، إيش بدها تكفي حق خبز دوبة. والله إذا صار إنه رجع الأولاد على المدرسة أكيد برجعهم، يا ريت. طب إيش بدنا نساوي؟ بنحط كرتونة، بنحط كيس، بنلم من هون من حوالينا وبنصير بنحطش بطير الهواء، ورقة، كيس، كرتونة، إيش قنينة، إيش من شفنا بنلمه وبنحط. إيش بدنا نساوي؟ والله حتى أولادي يعني ما بيجوا بيناموا معنا لأن الغرفة ما بتسع، غرفة صغيرة. بمحل عملهم بيناموا، واحد بيشتغل بمحل حلو وواحد بيشتغل بمعمل النايلو، بيناموا هونيك كل 15 يوم ما بشوفهم، بيجوا بالنهار 2 3 وبيرجعوا بيروحوا عشان. هلا ما في مجال للشباب بيركي، لحتى رجال كبير يشتغل أو أنا أشتغل. قبل كان في مجال تشتغل مرة أو زلمة كانوا يشتغلوا. ما معي مرض التهاب أعصاب بكل جسمي، يعني يوم اللي بغسل في بيتي بدي نام بالفرشة تاني يوم. يا ريت يعني صار لي شغلة اشتغلها في بيتي. بتمنى يكون عنا بيت نبرك فيه أنا وعائلتي. أولادي يرجعوا على المدرسة.